البنات بتستخدم زيوت لتطويل الشعر، بس اللي شعرهم بيطول فعلا اقل من 20%. تعرفي ليه؟ لان الشعر مش بس محتاج زيت، هو محتاج بيئة كاملة يعيش فيها. اغلب البنات بيغلطوا في 3 حاجات بتخلي الزيت اللي بتستخدميه بدون اي فايدة. اول غلطة، بتحطي الزيت على فروة مش نظيفة. ركزي معايا، الفروة بتاعتك اصلا بيكون فيها دهون وقشرة وبواقي سيليكون كمان من الشامبو اللي بنستخدمه، كل ده بيقفل المسام، فالزيت مش بيدخل اصلا ولا حتى بيغذي البصيلة. الحل قبل اي حمام زيت، لازم تفتحي المسام بتاعت الفروة عن طريق سكراب بسيط هنعمله مع بعض. هتجيبي جزء من الشامبو اللي بتستخدميه على قد الفروة بتاعتك، وهتضيفي ليه ملعقة من السكر وشوية من المية، هتخلطيهم مع بعض كويس، وبعدين على الفروة بتاعتك هتدلكي الفروة بالخليط ده لمدة 3 دقايق. يعني سكراب الاول وبعدين نشطف الفروة وبعدين هنعمل حمام الزيت. كده الفروة هتبقى مفتوحة ونظيفة وكل نقطة زيت هتشتغل صح. تاني غلطة، بتسيبي الزيت ساعات كأنه ماسك سحري، وده من اكبر الغلطات اللي بتعمليها. الزيت بعد ساعتين بيبدأ يتأكسد وبيمنع الاكسجين عن البصيلة بدل ما يغذيها. الحل، خلي الزيت اللي هتستخدميه تدفيه وتسيبيه بس لمدة نص ساعة، وطبعا لازم تعملي تدليك خفيف علشان الدم اصلا يوصل للبصيلة. تالت غلطة، بتعتمدي على الزيت وبتهملي التغذية بتاعتك الداخلية. خديها حلقة في ودانك، الشعر مش هيطول لو ناقصه حديد او زنك او فيتامين د. طب وده بيحصل ليه؟ لان في الحالة دي البصيلة بتضعف، فالشعر بيتكسر من الاطراف، فانت بتفتكري ان هو ما بيطولش. فاول حاجة اعملي تحليل فيرتين وفيتامين دي 3، ولو في نقص فيهم لازم تعالجيه الاول علشان الزيت بعدين يشتغل معاكي. طيب ايه افضل 3 زيوت فعلا بيساعدوا شعرك ان هو يطول؟ اول حاجة زيت اكليل الجبل او الروزماري اويل، وده من افضل واقوى الزيوت اللي بتحفز الدورة الدموية في فروة الراس. تاني حاجة وهو زيت النعناع او البيبرمنت اويل، وده بينشط نمو الشعر اسرع من المينوكسيديل في بعض الحالات. تالت زيت وهو الكوكونات اويل او زيت جوز الهند، وده اهميته ان هو بيمنع فقد البروتين من الشعرة، وكمان هيساعد انك تحافظي على الطول اللي وصلتي له. فلو ركزتي على الغلطات اللي بتعمليها واستخدمتي واحد من الزيوت دي هتشوفي نتيجة ممتازة جدا، وهتبدأي تلاقي شعرك بيستجيب للزيوت وبيطول، وكمان هيبقى فيه كثافة فيه. وبس كده، خلي بالك من نفسك.